بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتمد غير نتيجة المباراة، يعني الشوط الأول تعبان، الشوط التاني شوط جبار. عاوزين نسأل سؤال بس كده، عنده سؤال. كل الناس كانت بتتكلم إن جون إدوارد هو اللي بيخلي اللاعيبة تلعب، واحد زي أحمد شريف هو اللي بيخليه يلعب، واحد زي عمر ناصر يلعب. الناس اللي هو كان جايبها يعني هو اللي بيخلي جون ادوارد يلعب. طب ما جون ادوارد يا عم مش هوت ولسه بيلعب احمد شريف ومقتنع لسه برضو باحمد شريف وكده. ليه ما بتلعبش الناشئين اللي موجودين عندك؟ ليه ما بتلعبش اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الشوط الاول ان لازم شيكو بينز هو اللي يلعب؟ ان لازم تلعب محمد السيد، لازم تلعب حسام اشرف. تخيل بقى لو في الشوط الاول اتلبيت جون، الكره اللي جت في العارضه بتاعتهم ديت والفرص اللي جت لهم، تخيل بقى لو كانوا جابوا جون كان ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك. اما التغييرات اللي انت عملتها في الشوط الثاني جبار، 3 تغييرات ب3 اجوان. شيكو بينزا جاب جون، هتلاقي برضك احمد شريف جاب جون، هتلاقي ايشو جاب جون، هتلاقي محمد السيد صانع، شيكو بينزا صانع. اللي ربنا كرم في المباراه دي برضك شويه ان برضك البنك الاهلي البدني بتاعهم واقع، ما تفهمش ليه. المفروض الزمالك هو الواحد كان خايف ان البدني بتاعه يقع، هو نادي الزمالك لا، اللي وقع البدني بتاعه هو البنك الاهلي. طبعا انت عارفين ان نادي الزمالك اصلا ما عملش فتره اداء، اللعيبه ما كانتش عاوزه تيجي، اللعيبه هربانه، اللعيبه عاوزه تكمل رقص. ناس بتعتزل، ما بنعملش فتره اعداد، ما فيش فرقه. المفروض البدني يقع، لا ده البنك الاهلي البدني بتاعه هو اللي وقع بعد 10 دقايق من الشوط الثاني. النهارده بقى بيقول لك اي لاعب يعني يعني هيعمل نفسه كبير على نادي الزمالك مع السلامه. النهارده بيثبت كده. عندك ناشئين، طلع الناشئين بقى، العب بقى بالعيال الصغيره، العب بايشو، العب بمحمد ابراهيم، العب بمحمد شحاته، محمد السيد، ادي لشيكو بنزا. الغريبه بقى في نادي الزمالك ان شيكو بنزا ده، تخيل تغيير نادي الزمالك هيكون على ايد شيكو بنزا. تخيل النهارده الزمالك بيعمل تيكي تاكا، اقسم بالله تيكي تاكا في الشوط الثاني، الاجوان بالذات، رغم ان الزمالك كان وحش والزمالك ربنا دي فوز بقى بحبه البركه، بالبركه فعلا وبالتوفيق، وربنا كان شد، هم ممكن كانوا جابوا جون مثلا في الشوط الاول كرة في العارضه، غير بقى في الشوط الثاني اوفا وياسر ياسر ريان، واحدة المدبولي والواد المحترف دي شايل كرة وحطها في السماء. كمية اجوان ضيعوها، لو واحدة جت كان غيرت نتيجة المباراة. والزمالك ما بيعرفش اصلا يسجل جون، الزمالك بيلعب على التحولات بس. ربنا كرم، الكرة اللي بتروح بقى بتيجي جون، وتروح بقى بتجيب جون، ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها عكس ماتش الاتحاد، جالك جونين ضيعته. معتمد جمال الوقت اي لاعب هيقول لك انا مش عاوز العب، هيلوي بوزه مع السلامة. طلع من الناشئين ولعب يا باشا، عندك الفرنسي في نص الملعب، عندك الرجاله كلها. جمهور الزمالك عارف ان الدنيا هتكون صعبه، وعارف ان المشاكل الموجوده يعني هتعمل مشاكل، وبسبب فتره الاعداد واللي احنا الوقت الدنيا مش ماشيه في نادي الزمالك او الاداره مش ماشيه، بس يعني الواحد ورا نادي الزمالك، الجمهور موجود ما شاء الله عليه، ما شاء الله على جمهور نادي الزمالك. رقم واحد هو اللي عامل حس اصلا للدوري ده. تغييراتك مظبوطه، بس احنا مش هنتكلم على التغييرات، بس انت اخطائك في الشوط الاول هي اللي وصلتنا اللي احنا نقول لك التغييراتك حلوه. لا انت المفروض اصلا كنت تبدا كده، تبدا باللي انت شايفه دلوقتي. النهارده في الشوط الاول هتلاقي الدباغ اصلا مش في حالته اللي هو يلعب اصلا ناحيه اليمين، هتلاقي عندك مشاكل كتير، هتلاقي الشريف دي مش نافع، هتلاقي الناصر مش نافع، نص الملعب مش قادر تسيطر عليه، هم عاملين عليك ضغط عالي، مفيش فرصة، مش عارف تعمل جملة، مفيش نمط دفاع حتى. بس لا انت تغير تغييراتك يا باشا شغالة، ظبطت خطة اللعب في الشوط الثاني، نزلت محمد السيد، نزلت احمد ربيع في نص الملعب، نزلت شيكو بينزل بيغير نتيجة المباراة، اللي يعتبر بقى يعني تحس انه تطور في الحتة الاخيرة، بقى بيعرف يجيب جون، بيعرف امتى يباص وامتى يروح امتى يجري على الخط. انا مش متخيل بس ان احنا كل حاجه مرموطه في شيكو بينز. ايوه والله انا عاوز بس ابارك لجمهور نادي الزمالك، وعاوز اقول ان التغييرات هي اللي غيرت نتيجه المباراه. عاوز اقول لمعتمد جمال ابدا بعد كده بالخطه بتاعه الشوط الثاني زي الشوط الاولاني. بالشوط الاولاني الزمالك عمل ماتش حلو، عندنا ماتش السويس لازم نركز فيه، لازم ما نبعدش عن النادي الاهلي. انا كنت عارف اهميه المباراه ديت، احنا لو كنا تعادلنا ما كانش كان هيحصل مشاكل كتير في النادي الزمالك. انا عارف اللي انا بقوله لك
الزمالك كان يخش نفق مظلم. طول ما الدنيا بتكسب الدنيا ماشيه وبتدور. مبروك لجمهور نادي الزمالك، اهم حاجه جمهور نادي الزمالك.